جديدة، لقاء جديد من قدام أبو الهول والصوت والضوء. بنعيش أجمل لحظة، التاريخ مع الحاضر مع المستقبل، الحلم، العلم، الأمل والعمل، ومصر للأمام. أهلا بيكم وحلقة جديدة. أهلا بيكم من هنا وراء أبو الهول. نروح لأجدع ناس اللي وقفوا معانا في وقت الشدة وقت الأزمة. الله يرحمك يا شيخ زايد. خدكم نروح أبو ظبي وأبدأ معاكم جولة جديدة خارج مصر. من أبو ظبي بنكمل سلسلة اللقاءات الجميلة. معانا لاعبة امتداد للمحترفين، محمد صلاح، النني، سارة أحمد حسنين. أنا احترفت هنا من 2005 والحمد لله كونا فريق إماراتي وفي نادي أبو ظبي الرياضي، من أول الفرق الخليجي اللي فتحت كرة قدم النسائية. والحمد لله يعني كان طبعا كان الهدف منه اللي احنا نطلع بنات مواطنين الإماراتيين يلعبوا الكورة، وعملنا إنجاز الحمد لله. دلوقتي في منتخب إماراتي لوحده، ده الحمد لله، والبنات كلها ساعدوا في الجروب بتاعنا. وطبعا نادي أبو ظبي عمل مجهود كبير ليطلع بنات الاماراتيين دي. وانا بقالي 12 سنه محترفه هنا في نادي ابو ظبي الرياضي والحمد لله. المنتخب ولا مستواك بقى اقل ولا زاد ولا؟ لا انا مستواي لغايه دلوقتي واخدين الدوري والحمد لله مستمره، والتمرين هنا حياتي كلها تدريب فقط وكده. وطبعا بياخدوني المره اللي فاتت في المنتخب، وان شاء الله ونبارك للمنتخب مصر الوصول لتصفيات افريقيه. الكاس احنا همنا كاس العالم بصراحه، يعني نفسنا في كاس العالم. بس المدرب بتاع المنتخب كوبر بقى ولا مين ماسك النساء؟ كابتن مصطفى الممس هو اللي ماسك المنتخب. معهم اخر مره انت؟ كنت لا، المباراة اللي فاتت لا، بس التصفيات افريقيا ما كنتش معاهم. وانا جاهزه، يعني لو هم طلبوني او اي حاجه انا جاهزه، والحمد لله لياقتي كويسه ومستمره هنا في النادي، وهم عارفين ان انا مستمره واخدين الدوري. في ناس متابعيني في مصر يعني. أنا بلعب خط وسط شمال، وبلعب برضو هنا في الإمارات لعبت باك شمال وهاف ليفت، وبلعب هجوم يعني. تقول لي في ماتش 7:30 هيلعبوا شباب هنا، فاحنا بناتنا كده. لا الحمد لله احنا هنا طبعا عشان خاطر ما فيش بنات كتيره، احنا الاستعداد بتاعنا كله بنلعب مع شباب، واحنا على طول عندنا يومين في الاسبوع مباريات وديه، عشان خاطر عندنا دلوقتي بطوله رمضان ان شاء الله اللي هتقام في العين. ودي ان شاء الله احنا طبعا بارك نادي ابو ظبي الرياضي اللي خد الدوري العام 2016. بنقدم لكم نموذج للبنت المصريه، نموذج للفتاه الرياضيه اللي حولت ده لاحتراف، ايا كان الثمن ايا كان المبلغ، لكن بترفع علم مصر، واتمنى اشوفها في منتخب مصر. بنشوف وسمعنا اخر خبر ان دبي هتعمل اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم. شفناها قبل كده في المغرب، هنشوف هنا في ابو ظبي، وهنشوف مدينه مصدر، هنشوف المدينه اللي بتوفر الطاقه، هنشوفه. ده درس لينا بعض النقاط اللي احنا عاوزين نعملها، تسهيلات عديده شفتها في هذا اللقاء بنقدمها لكل مسؤول، وايضا لاهالينا وناسنا في كل مكان في مصر. ازاي نوفر ميه، ازاي نوفر كهرباء حتى لو موجوده، مش مهم غاليه ولا رخيصه، ازاي نحافظ عليها. ان ابو ظبي اكمل معاكم للامام. حد عنده فكره او حاجه لازم من جوه المدينه ولا من الخارج؟ اذا في شخص عنده فكره للابحاث او لبراءه اختراع، عاده البراءات الاختراعات مسجله حاليا عندنا 8 براءات اختراعات من داخل المعهد، ولكن الباب مفتوح لاي حد عنده فكره انه يقدم لنا. واحنا عندنا لجنه تراجع كل الطلبات اللي توصل للمعهد، واحنا دائما عندنا لجنه اللي هي تقنيه تراجع، ومرات نستضيف الشخص اللي عنده براءة اختراع على اساس نتعلم، او مش نتعلم وانما ندرس فكرته على اساس نشوف انه هي ممكن تؤخذ بعين الاعتبار او لا. حضرتك بتستقبلوا برضو افكار من بره المدينه ولا المعهد فقط مقفول على الافكار يعني؟ لا طبعا انا وظيفتي حاليا عندي جزئين. الجزء الاول اللي احنا نسميه الاوتريتش، اني انا من مهامي اني انا اتواصل مع الجهات الحكوميه، مع الصناعات في دوله الامارات، تعرض عليهم الافكار الجديده على طول، نشوفهم شو يحتاجون من ناحيه الابحاث، وفي نفس الوقت احنا كيف وي ماتش يعني الخبرات اللي عند طلابنا والخلفيه العلميه مع البحث اللي تحتاج الجهه الحكوميه او تحتاج الجهه الصناعيه في الدوله. حاليا وانا اكلمك يعني قبل ما يجي هاللقاء كنت بس بسرعه على اساس اعطيك ارقام از اوف ناو، يعني عندنا حاليا 80 بحث ممول حاليا اكتف، يعني 80 بحث مع شركات محليه وعالميه، وكلهم عليهم طلاب ودكاتره شغالين.
وهذه الأفكار دائما تكون تفيد الجهة الممولة على طول. يعني ممكن يشوفون تشينج في التغيير في التكنولوجيا أو في الجهة الممولة للبحث بشكل مباشر. الفكرة اللي احنا بنقدمها النهاردة من مصدر في أبو ظبي بقدمها البلدي. احنا عندنا مشاكل في المية، في الكهرباء، الدولة بتعمل جهد كبير. العلم فين؟ الاختراعات فين؟ الماجستير، الدكتوراه، PhD اللي عندنا حاجات كتيرة جدا. مين الجهة البحثية؟ مين الجهة اللي تاخد دوت؟ معهد بحوث المياه اللي في وزارة الري هو اللي بيعمل ده ولا الجامعات؟ لازم نحدد، لازم يطلع قرار من رئيس الدولة، من رئيس الوزارة، نحدد جهة. وخصوصا دي مشكلات حيوية، ده المستقبل. احنا نسمع ان حرب المياه هي حرب القادمة في العالم كله. المشاكل اللي عندنا ممكن نحلها بالعلم، بالتخطيط، مش فهلاوة ومش ذكاء. وايضا التناثر اللي موجود في هذه الابحاث في جامعات كثيرة، في وزارات كثيرة، ازاي نوحدها؟ هنشوف دلوقتي بنتكلم على الخدمات، بنتكلم على التسهيلات، بنتكلم على الحكومة الإلكترونية. هنا هنخش ونشوف مع بعض شرطة دبي عاملة ايه. الصفحة بتاعتها ممكن تطلع الرخصة بتاعتك وانت على الجهاز بتاعك. رخصة السواقة مش محتاجة انك تروح حتى في تجديدها، انك تروح وحدة المرور، لا. ده كمان العجيب والطريف، انت لو عاوز تروح وتعمل خدمة متميزة بتحجز الميعاد بالوقت اللي انت بتحدده ويستقبلوك هناك. بنقدم ده من شرطة دبي. المطلوب هنا في مصر ايه؟ ممكن نعمل هذه الخدمات، نزود الفلوس عشان نوفر الوقت والجهد، ووحدات المرور تقل فيها الأعداد. ده لازم يتم في 2017. في دبي أيضا بنشوف أكبر شبكة مترو في العالم آليا، مفيش سواق، يعني الأخطاء ما شاء الله زيرو. نتعلم ونشوف الإنسان الآلي هيشتغل، هيحتل مكان الإنسان إزاي. أكبر شبكة مترو آلي في العالم بدون سائق، بدون تحكم بشري، تشتغل آليا. تحية لهذا المترو. أعزائي المشاهدين، من التاريخ بكمل معاكم ونشوف صور حلوة، صور جميلة. الصورة الأولى بتقول إيه؟ الثانية، والثالثة. طب احنا محتاجين حاجات في البيت، في الشارع، أكتر من كده. نشوف الاختراع ده وأكمل معاكم. من أجمل الاختراعات اللي احنا بنقدمها اختراع في اليابان. ما تعرفش ده إذا كان هو عربية ولا موتوسيكل. هي عربية بعجلتين، يعني نقول موتوسيكل. الجميل إنه مصمم بإنه لو اتخبط، لو في أي حاجة تيجي من ناحيتين ما يقعش، ضد الصدمات. ده عربية، ده مش موتوسيكل. ده الاختراع، ده العلم. ممكن شبابنا يعمل حاجة زي دي؟ ممكن. ده أجمل اختراع ياباني. لو عندك فكرة، اختراع، مشروع، من هنا من الهرم عاوزين مصر تبقى بلد نقول ايه، العلم والنور والمزيكا الحلوة اللي ورايا دي، ابعتوا لنا. وعايزين أجمد 30 مشروع، أجمد 30 فكرة هنقدمهم في نهاية رمضان وللأمام. أعزائي المشاهدين، معادنا مع اللي هيفوزوا. بنتكلم رحلات عمرة، مشروعات صغيرة، العرايس، موتوسيكلات لمتحدي الإعاقة، هنقدمها إن شاء الله تباعا. بس خدكم دلوقتي ونروح اللي كسبت معانا رحلة العمرة نقول لها ألف مبروك. فكرية عبد الرحمن أنجبت 6 أبناء، أكيد هيسعدوها، هيهنوها. ساعات يقول لك لما تخلف كتير مشاكلك هتختفي، هتتعب شوية بس هتعدي. بعد ما خلفت 6 وربتهم بقت وحيدة، قاعدة لوحدها، وجت هنا في الدار